المرة دي بقى هنتكلم عن الزوج المصري ضد العربي أو الأجنبي. زي ما قطعنا في فروة الزوجة المصرية والأجنبية قبل كده، المساواة في الظلم عدل، وإحنا بقى ظلمة برضه، مع التحفظ إن كلامي مش على شواذ القاعدة ومفيش فيه تعميم عام، وكل كابل واللي يناسبه طبعا، لأن مفيش قاعدة عامة تتثبت على الحب والجواز طبعا. يعني لو جايلك عريس مصري وعريس أجنبي، هتختاري مين فيهم وبناءً على إيه؟ قبل ما أجاوبك، أنا عاوزة كل عروسة أمراية بتسمعني تنزل تعمل لايك وتشترك وتفعل الجرس. الله، طب اشمعنى؟ طب أنا عايز كل بقى عريس شيك محترم بيسمعني ينزل يشترك ويفعل الجرس ويعمل لايك. طب والمتجوزين؟ يا ستي اعملوا لايك وخلاص. طب والمتطلقين؟ اسكتي بقى، انت هتخرفي، هتودينا في داهية ولا إيه؟ المحن والسهوكة. زي ما الراجل عاوز اللي تدلع عليه وتعمل مش عارفة تعمل حاجة من غيره، البنت المصرية كمان مهما طلبت بالمساواة يا جدعان بتحب الراجل اللي يشكمها. جينات منيلة بنيلة بعيد عنكم، عيني فيه واقول اخيه. عاوزة اللي يدلعها ويهننها ويعاملها على انها بنته، بس مش على طول، ما تسوقش فيها يا اخينا. الراجل المصري راجل ملو هدومه، عنده النزعة الذكورية دي عالية قوي عن كتير من الرجالة الأجنبية. رايحة فين؟ جاية منين؟ حتى لو مش فارق معاه قوي، يحب يحس بمكانته أعلى وأعلى وأعلى. بس لاجل ما نعلى ونعلى ونعلى لازم نطاطي وندلع النونة. المصري بيعرف يتسهوك قوي ويديها الحتة دي وقت ما تكون مطلوبة. مش عارفة أقعد من غيرك، ما ينفعش أسبوع يعدي من غير ما أشوفك، فتلاقيه لسه خاطب ويقول لها لا مفيش مصيف السنة دي مع أهلك عشان ابن خالتك طلع مع خالتك في الشاليه اللي جنبك. طب وانت مالك؟ هتتحكم فيها وهي مع أهلها ولا هتتحكم فيها هي وأهلها؟ لا، والهبلة العبيطة أم بدوي تمثل على أهلها إنها عيانة عشان ما يسافروش ويمشي كلامه والعيب احنا متربيين. الأجنبي بقى عارف حدوده من أولها وعارف إن كله بيتغير بعدين، ويقول لها أنت حر ما لم تضر، وأنا واثق فيكي وفي أهلك واللي خلفوكي. وتقعد تفكر هو مش بيحبني ولا إيه؟ ده هو ده المحن. لا، ده يبقى عبط وأنت الصادق. 1-0 للمصري الممثل الأول في المحن والسهوكة. المسؤولية. يا حستي السودا يا انا ياما. هو بصراحة شايل المسؤولية، مسؤولية تهد جبال، لازم تكوني ب100 راجل وتقفي جنبه. يمكن يطلع لك عضلات وشنب، بس كمان الأجانب شايلين المسؤولية أضعاف مضاعف، ده غير شغلهم بره، بيساعدوا في شغل البيت من نفسهم. مش هتطلبي يغير اللمبة كل 6 شهور لحد ما تعزله من البيت واللمبة لسه محروقة، هيغير اللمبة ويسلك البلاعة ويسلك بوابير الجاز كمان ويطلع الزبالة من غير ما تطلبي. ولا لأ، لا يسمم بدنك انه ازاي كل يوم تقولي له خدها معاك، ما انتي عارفة انه متأخر عن الشغل وهيسيبها كده. بس ما تنكريش ان المصري برضو بيموت نفسه رغم الصعاب والمهالك، حاول يودي مدارس بشيء وشويات ومصيف وهدوم وشتوي وصيفي وخريفي وربيعي وهدوم ملهاش لازمة ولا ملة بس عشان يتئذن. لا والله بيحب يبسطكم عشان يحس انه عامل اللي عليه وزيادة. طيب ما تزعلش، نقطة لكل واحد منهم. 2-1، بس المصري متقدم. المظهر. طبعا كل فولة وليها كيال، لولا اختلاف الأذواق لعنسنا جميعا ستات ورجالة وانقرضنا وريحنا الأرض من شرور الإنسان. أريح برضه، بس عارف المصري لو أقرع وبكرش ليه مزايا كتيرة، منها حنيته وطيبة قلبه اللي يستعبد للواحد 10. ولو إني يعني في نظري المصريين أمراض بجد، ستات ورجالة. بس الأجانب عشان حلوين شايفين نفسهم، وبرضه قلبه يساع من الحبايب ألف. بس الغالبية كمان منهم مهتمين بنفسهم ورياضة وعضلات، مش بس شعر أصفر وعينين ملونة، وعندهم قدرة غريبة على الاحتواء الحقيقي، مش بتاع عشان نعدي الليلة يعني. نقطة للحلو الاسمراني ونقطة لأبو شعر أصفر وعيون ملونة. 3-2. المطبخ.
الراجل المصري ملوش فيه اطلاقا الا من رحم ربي، او يكون شايف غير كده بقى انت بتشتميه بابوه وامه وباهله كلهم لو قلت له شيل طبقك في ايدك. دلوع واخد على انه هارون الرشيد، وكفايه انه رضي يتنازل عن العزوبيه واتجوزك، كمان يشيل طبقه؟ ده انت زودتيها بقى. الأجانب بقى حدث ولا حرج، متعة عنده إن يعمل لك أكلة حلوة من أول شراء المقادير لحد ألف هنا وشفا، لا وينظف وراه المطبخ كمان. نقطة يا عالمي. وهارد الأكل المحلي 3-3 يا معلم، الحق روح. هات فلوس. هنا سأتكلم كثيرا. يا ولاد ماشي. المصري بقى قولي له هات كليتك وما تقوليش ليه هات فلوس. مش بخل والله، بس معذور برضو يا اخواتي. أنا مش عاوز، بس مش قادر. فاهم حاجة؟ أيوة فاهمة. أي مرة هتطلبي فيها فلوس هتسمعي موشح منين ومعيش، عادي خالص، طنشي، هيعمل اللي هيقدر عليه وزيادة، بس بيفضفض يعني. حرام، ما هو الدنيا مزنقة قوي. لو مالكيش خلق تسمعي الأغنية دي 100 مرة، اتجوزي العربي أو الأجنبي. العربي ما شاء الله عليهم ربنا موسعها فبيوسعها، والأجانب مرتبين نفسهم بالملي، عارف إيه هيروح فين، فما هتطلبي منه يا هيديكي يا هيقولك لأ. طب ما هم بيقولوا لأ أهو. أوكي، بس دي بأسباب مقنعة ومترتبة. نقطة للفريق العالمي يا جدعان عشان المنطقية. 4-3 ملعوبة. خفة الدم والطيبة. أسمر أبو ضحكة ترد الروح، ابن بلدي المصري الأصيل، مفيش زيه في النكت والهزار والقفشات. بس لما يكون رايق ومعاه قرشين حلوين مطمنينه ومحدش بيقول له هات منهم حاجة، وانتي وحظك واخدة مين؟ ده مش معناه الباقيين نكديين، لا، بيهزروا هزار بس مش مصري، لكن بيعرفوا ينبسطوا حتى لو شايلين هموم الدنيا. لكن بما ان انا برضو متحيزة للمصريين ومحدش يزعل مني، المصري يكسب النقطة دي وينتهي الماتش بالتعادل 4-4. لا استنوا في نقطة كمان لسه. مكان عيشتكم. اما تتجوزي من بلدك هتفضلي في وسط اهلك واصحابك وعزوتك، ومش هتحسي بالغربه، لان حتى وانتوا سمنه على عسل وفاهمين بعض اخر 700 حاجه، وحتى انه سندك وظهرك هتحتاجي سند وظهر يسندكوا سوا. الامر ما يسلمش، المصري احلى ولو كان وحله. 5-4 يا ابن النيل. فاكرين هقول ايه يعني؟ احنا النهارده صوتنا كان للراجل المصري الاصيل الشهم. انتوا صوتكم لمين؟ هيظهر قدامكم على الشاشه 2 من اكتر الماتشات اثاره. انجوي.